السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مباراة الأهلي والإسماعيلي، المباراة المؤجلة من الأسبوع ال 18 لمباريات الدوري المصري الممتاز، المباراة اللي أقيمت في استاد برج العرب. طبعا الأهلي دخلها طبعا بمعنويات مرتفعة، وهو عايز يفنش بطولة الدوري العام اللي هو أقرب الناس إليها، أو هو يكاد يكون المرشح حاليا الوحيد للفوز بالبطولة. والإسماعيلي دخل طبعا بكل حماس إن هو يطلع من منطقة الخطر اللي هو متواجد فيها، عشان ما يكونش من ضمن الفرق اللي هابطة بعد فرقة حرس الحدود اللي تأكد هبوطها. وطبعا حوالي 6-7 فرق بتتنافس على الهبوط. فطبعا الاهلي دخل مارسيل كولر حشد اسلحته، طبعا غير تغييرات عن مباراة فيوتشر الاخيرة اللي تعادل فيها. طبعا نزل خالد عبد الفتاح، ونزل قفشه، ونزل ديانج ومروان عطية طبعا المثلث، وطبعا محمد شريف، واشتغل ببيرسي تاو. وطبعا نزل رامي ربيعه بجوار محمد عبد المنعم في في ظل التغييرات اللي عملها مارسيل كولر. طبعا الاهلي حاول في بدايه المباراه ان هو يسيطر سيطره ميدانيه على الكوره بوجه عام. طبعا بفضل مروان عطيه وديانج وقفشه سيطر على منطقه وسط الملعب بالكامل. بس الترجمة لجوان أو ترجمة السيطرة دي الأهداف كانت منعدمة. يعني محمد شريف كان مستسلم للدفاع طبعا بقيادة باهر المحمدي وخط الدفاع الإسماعيلي، وحارس المرمى طبعا أحمد عادل. كان في استسلام كبير قوي منه، وكان علي معلول بيتحرك هو وخالد عبد الفتاح وبيرسي تاو بيحاولوا ان هم يخلقوا فرص على اساس انها تترجم السيطره دي لفرص. حمزه الجمل نجح ان هو يخرج بنتيجه التعادل في الشوط الاولاني. طبعا الشوط الثاني ابتدى الاهلي ظل على سيطرته، ومن من الهجمات اللي كان بيقودها طبعا قفشه، بيرفعها كرة عرضيه يقابلها خالد عبد الفتاح، يعمل اسيست لبيرسي تاو عشان تيجي على يمينه يحطها على يمين احمد عادل حارس مرمى الاسماعيلي، عشان الاهلي يتقدم او يعلن ان هو احرز هدف، طبعا هدف التقدم. طبعا مارسيل كولر حس ان لعيبه الاهلي وصلت لمرحله تشبع، وحاسس ان الفريق برضو بيأدي مباريات تجاريه، بيكسب عشان يوصل للي هو عايزه. وبالفعل الاهلي اكمل المباراه بالتشكيل ده لحد ما اجرى برضو تغييرات، ونزل كريستو محمد الضو، ونزل طبعا حسين الشحات، وحاول ان هو يضخ دم جديد في الفرقه على اساس ان لعيبه الاهلي يتحركوا. وكذا فرصه اتخلقت النهارده. ويعني محمد مجدي قفشه بيرجع، طبعا خالد عبد الفتاح بيقرب، بيرسي تاو برضو بيحاول يوصل لمستوى دوري ابطال افريقيا. بس برضو في سؤال برضو، ان الاهلي محتاج بالفعل في الفترة دي لتدعيمات. مهما كان حقق الاهلي بطولات، حقق انتصارات، ولكن ان الاهلي محتاج التدعيمات دي بصورة اساسية في ظل طبعا رحيل حمدي فتحي لنادي الوكرة القطري. ان في بعض النجوم عندها مرحلة تشبع، عندها مرحلة وصول خلاص لكل اللي هم عايزينه. طبعا الاهلي محتاج مهاجم صريح في ملكات المهاجم، في مقومات المهاجم الهجام زي ما بيقولوا، اللي هو يملك ان هو يحرز اهداف ويترجم السيطرة دي الاهداف. احمد عبد القادر النهارده لعب مباراة كويسة، ولكن طبعا السيطرة والترجمة الأخيرة لأهداف دي ما أمكنش. الإسماعيلي الناحية التانية برضو كان ليه هجمات على استحياء، بس بتنقصها الدقة واللمسة الأخيرة من الشامي أو من مدبولي، أو من لعيبة اللعيبة اللي كانت بتكمل في الهجوم. يحسب للإسماعيلي إن هو كافح، يحسب برضو إن هو بيحاول إن هو يطلع من فخ الهبوط للدرجة الثانية.
الاسماعيلي قادر ان هو يستمر. الاهلي طبعا بيوسع الفارق بينه وبين اقرب منافسيه اللي هو بيراميدز ل5 نقط، 72 نقطة حاليا الاهلي ومباريات اقل. فطبعا الاهلي بيقرب خطوة من بطولته المفضلة، بيحاول ان هو يستعيد اللقب تاني وياخده طبعا من فريق الزمالك. فالاهلي بيقرب، ومبارياته اللي جايه طبعا كل ما هيكرر الفوز كل ما البطوله بتقرب منه، وبيوصل الاهلي للي هو عايزه باللعب التجاري اللي احنا شفناه النهارده، اللي فيه الحماس بيغلب على الناحيه الفنيه. وفي الاخر احنا كمشاهدين كره قدم عايزين الحماس وعايزين الإثارة وعايزين المستويات تعلى وعايزين الكورة في مصر يبقى حجم يعني سقف اللعيبة وطموحها أعلى من كده بكتير، وما يحصلش تشبع للفرقة. وفي النهاية إن شاء الله ما تنسوش دعمكم لينا باللايك والشير والسبسكرايب، وإن شاء الله انتظرونا في كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.